هنعمل النهارده كيكه سهله جدا، طعمها حلو قوي، بتدوب كده في البق. هتحسي ان هي صعبه بس بجد طريقتها سهله خالص ومش هتاخد منك وقت، بجد خطيره. شايفين بقى الجمال؟ هتعمليها في البيت باسهل طريقه. تعالوا بينا نبتدي. اول حاجه هنا معايا طاسه على النار، فيها كوبايه سكر حبيبات. هننزل كده في الطاسه، مش هنقلب خالص ولا نيجي على ناحيه السكر خالص لحد ما يبتدي الحروف كده تلون زي ما انتم شايفين، نبتدي نقلبها. قبل كده ما ينفعش نلمس السكر خالص، نفضل نقلب كده، ما تخافيش ان السكر اتكتل. هتفضلي تقلبي على نار متوسطه كده لحد ما يختفي خالص زي ما انت شايفه كده. هنزل عليه كده بميه عاديه خالص من الحنفيه، هنزل بكوبايه بس خلي بالك بشويش، واحده واحده كده، ونهدي النار او نطفي النار لحد ما نقلب كويس، علشان بيعمل طرطشه كده. خلي بالك علشان ايدك. هنقلب كده وندوب لحد ما يرجع تاني ميه زي ما انت شايفه كده، بس ما تستعجليش وما تخافيش. بعد ما يدوب معايا كوبايه ميه متدوبه فيها معلقتين كبار نشا، وانزل كده بشويش، وتبتدي تقلبي بقى بالمعلقه لحد ما يدوب معانا ويبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده. شايفين عامل ازاي؟ ربط معايا وبقى كراميل حلو قوي. مفيش تقليبه كده وبعدين خلاص اسيبه على جنب كده لحد ما يهدى معايا. نعمل بقى الكيكه. معايا هنا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، نخرجها من التلاجة قبليها بساعه كده لحد ما تهدى معانا، وهنزل عليها بكوبايه سكر وفانيليا. هبتدي اضرب على سرعه عاليه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يبقى معايا الخليط كريمي خالص كده وفاد لونه فاتح خالص. تمام كده، احنا مش هنضيف ولا سمنه ولا زيت للكيكه، احنا عايزينها كيكه هشه كده وسفنجيه. هنزل هنا بمعلقه كبيره خل علشان ريحه البيض، ونص كوبايه ميه. تمام. هديها ضربه كده وبعدين هنزل بقى بكوبايه وربع دقيق. دي الكوبايه وابتدي ادخلها، نخل الدقيق هيخلي الكيكه معاكي خفيفه. وهنا معلقه كبيره بيكنج باودر وربع كوبايه دقيق اهي. يبقى انا ضفت كوبايه وربع دقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر. هندخل كده وبعدين بمعلقه بقى، وابتدي بقى اقلب من تحت لفوق تقليبتين كده مش كتير، وبعدين هشغل المضرب برضو مش كتير، تقليبه كده واتنين، وبعدين اوقف ضرب. ما ينفعش اضرب كتير علشان ما تهبطش مننا. خلاص. انا هنا هقسمها على كذا صينيه. تمام. انت حابه تعمليها في صينيه كبيره، تمام، هدهن دهنه خفيفه زيت كده، وبعدين اقسمها على صينيه صغيره وبعدين طاجن وطواجن صغيره. حابه تعمليها في طواجن صغيره، حابه تعمليها في صينيه كبيره، براحتك. هخبطها خبطتين كده، اخرج كل الهواء اللي فيها علشان ما يبقاش فيه فراغات كتيره في الكيكه. هدخلها بقى على الرف الوسطاني على درجة حرارة متوسطة طبعا، علشان انا معايا الكميات قليلة فمش هتاخد معايا ربع ساعة تلت ساعة بالظبط. تمام. هنزل هنا بقى بالكريمة، كوباية كريم شانتيه، وكوباية لبن ساقع او مية متلجة. تمام. هضربها كويس لحد ما يبقى معايا الخليط تمام كده. هنا الكيكة خرجت معايا، شايفين هي سمكها مش عالي قوي لان احنا لسه هنحط طبقات. شايفين مستوية استوى حلو قوي. هسيبها لحد ما تهدى خالص تبرد تماما، وبعدين ابتدي بقى اعمل لها فتحات كده بشوكة او بسكينة. تمام. وبعدين انزل بقى، حابة تشربيها لو بتحبها تكون طرية، اصلا اسمها كيكة الحليب التركية، يعني بتبقى غرقانة لبن. فتضيفي لها بقى لبن من غير سكر، ما تضيفيش سكر خالص لان احنا الكريمة فيها سكر والكراميل، فمش محتاجين تكون سكرها زيادة وفي الصيف ده. تمام. هنزل بقى بالكريمة وابتدي اوزعها طبقة الكريمة على حسب ما انت عايزة. ابتدي اوزع الكريمة كويس واظبطها كده على كل الطواجن اللي انا عملتها. هنا بقى الكراميل اللي احنا عملناه شايفين عامل ازاي؟ تحفة. هنسيبه بقى لحد ما يبرد تماما، ما ينفعش نضيف الكريمة ولا الكراميل على الكيكة وهي سخنة، لازم نسيب الكيكة تبرد والكراميل يبرد، وبعدين نبتدي بقى نوزعه. تمام كده. وبعدين نوزعه بقى بالمعلقة. احسن من المعلقة ان انت بس تهز الصينية كده وتحركيها علشان الخليط ما يدخلش في بعضيه. هشيل على جنب كده وانا بضرب الكريمه، اشيل معلقتين كريمه كده وفي كيس كده، كيس عادي خالص مش حلواني ولا حاجه، وابتدي اعمله فتحه صغيره خالص واعمل خيوط كده، وبمعلقه برضو او شوكه او اي حاجه كده. وبعدين ابتدي بقى اعمل الحركه دي، بس مجرد شكل. مش حابه تعملي الكريمه على فكره تقدميها كده بالكراميل. بجد كيكه رهيبه تحفه، بتدوب كده، وكمان اللبن اللي احنا ضفناه بيخلي الكيكه دايبه كده وطعمها حلو قوي وطريه. وحابه تزودي، كل ما تزودي اللبن كل ما تبقى معاكي طريه. عملت الطواجن الصغيره دي تحفه، لما الولاد ياخدوها كده تبقى صغيره او ضيوف عندك
قدمي لكل واحد طاجن كده يبقى سهل عليكم، وطريقته كمان في التقديم حلو قوي. شايفين الكيكه عامله ازاي؟ الكيكه من غير سمنه ومن غير زيت. شايفين كيكه اسفنجيه قوي وطريقتها حلوه قوي وسهله. عملناها تقدروا تعمليها في الخلاط طبعا، الكيكه مش هتقول لا خالص. شايفين الكيكه عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم ان الكيكه دايبه خالص، طعمها تحفه، طريقتها سهله خالص وما تستصعبيش الموضوع، بجد طعمها حلو. احنا عارفين الكيكه دي بتتباع بره قد ايه، جربيها تعجبك.